السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، 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 الله أكبر. الحمد لله العزيز الأكبر، لا راد لما قضى ولا دافع لما قدر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة بدوام الشمس والقمر. يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر ما أحرم الحجيج ولبوا، الله أكبر ما طافوا بالبيت وسعوا، الله أكبر ما تضرعوا في عرفات وبكوا، الله أكبر ما خضعوا في المشعر الحرام ودعوا، الله أكبر ما ذبحوا لله ورموا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. قال ربنا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والخبر عند البخاري من خبر أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والخبر متفق عليه من خبر أبي هريرة رضي الله عنه. الله أكبر، بلغنا هذه الأيام العشر، الله أكبر ختمها لنا بيوم النحر، الله أكبر جعل الأعمال فيها كثيرة الأجر، الله أكبر أمر بالتزود فيها ليوم الحشر، الله أكبر شرع فيها البر وجعلها فرصة العمر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والخبر عند البخاري من خبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ومن هذه الأيام يومنا هذا، يوم العيد، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. والخبر عند أبي داود: فاجتهدوا في الطاعة وجدوا، وعن المعصية ابتعدوا. إلهي إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا لا تنال الرغائب، وفيك وإلا فالمؤمل خائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع.
يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. أيها المباركون، يشرع في هذا اليوم الذبح لله لمن استطاع، وقد فعله كل من استسلم لله وأطاع. ويكون الذبح بعد الصلاة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأتباع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. والخبر عند الترمذي من خبر عائشة رضي الله عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. والخبر عند البخاري من خبر البراء بن عازب رضي الله عنه. يا عباد الله، قوة هذه الأمة بالاجتماع، وقد نهينا عن الفرقة والنزاع، وحث على الألفة خير داع. ومجد هذه الأمة بالاعتصام ذاع، فحافظوا على الوحدة ليعود العز الذي ضاع. قال ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. فمما يرضى لنا ربنا كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والخبر عند مسلم من خبر أبي هريرة رضي الله عنه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. يا عباد الله، إن مما يحزن القلب ويسلب سعادة اللب ما يحدث لأهل فلسطين من قتل وتهجير وتخريب وتكسير وطمس للهوية والتغيير، ثم ليس لهم منا عون يسير أو كثير، ولا ناصر ولا ظهير. فإلى الله المشتكى، فإلى الله المشتكى، وإليه التضرع والدعاء. لكم الله يا أهل فلسطين، لكم الله يا أهل القبلة الأولى ومسر الرسول العلا. أبشروا فإن النصر قريب، وإن الفرج آت، لا شك في ذلك ولا ريب. قال ربنا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال النبي المصطفى السيد المجتبى خير الخلائق والوراء، الذي وعده ربه بالدرجات العلا، صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والدين والتمكين في الأرض. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وهو تعالى البر الرؤوف الكريم. Hapa katika uwanja huu wa shule msingi Kilimani, ambapo waumini wa dini ya Kiislamu wameweza kutekeleza ibada ya swala ya Idul Adha, ambapo tutakuwa tunapanda hapa na waumini angalau tuweze kusemezana nao, tusikie zilikuwa gani kuhusiana na kupiga ibada hii ya sikukuu ya Idul Adha katika uwanja huu. أكبر ولله الحمد. الحمد لله على الإحسان، والشكر له على التوفيق والامتنان، والصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وأصحابه الشجعان، ومن اهتدى بهديه إلى لقاء المنان.
My dear Muslim brothers and sisters, we thank Allah subhanahu wa ta'ala immensely, and we ought to, for enabling us to reach, to witness, and to live through the first 10 days of the holy month of Dhul Hijjah. So special are these days that Allah subhanahu wa ta'ala swore by them, where He says, Subhanah, Bismillahir Rahmanir Rahim, wal Fajri, wa layalin ashr, by the dawn and by the 10 nights. The majority of the Mufassirun, including the Mufassir of this Ummah, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, hold the view that the 10 nights being referred to in that verse are the first 10 days of the holy month of Dhul Hijjah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pointed out to the excellence and to the extraordinary nature of these 10 days, where he says sallallahu alayhi wa sallam, ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. There are no days in which good deeds done on them are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than the good deeds and the virtues established on the first 10 days of the holy month of Dhul Hijjah. Among those 10 days is this day which we are marking and celebrating today, the day of Eid. It serves as a closing to those 10 holy days. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said about the day of Eid al-Adha, Inna a'zam al-ayyami 'inda Allah, the greatest day with Allah, the day with the highest status and standard before Allah is the day of Eid al-Adha. Therefore, as we show happiness today, as we enjoy and celebrate, let us ensure that our celebration is enshrined within the teachings of Islam. Let us not violate the rules and the principles of Islam and transgress upon the limits of Allah subhanahu wa ta'ala in the name of celebration. Remember, we have started the day of Eid with prayer, and it is recommended that we recite the takbir throughout the day, a clear indication that on this day you should always remember Allah subhanahu wa ta'ala, not only through your tongue, but also by heart, by showing piety, and through your actions, by keeping away from anything that has been prohibited and restricted by Allah subhanahu wa ta'ala. One of the greatest acts of worship that a Muslim should do on this big day is slaughtering animals and sacrificing them for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, a human being, a person, does not do on the day of Eid al-Adha any good deed that is more beloved to Allah than shedding the blood of those animals for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Hisia zako ni zipi kuhusiana na sikukuu kama hii ya Eid al-Adha? Nimefurahi sana. Kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, tunajua. Alafu tena ningependa kwa wish Waislamu wote Eid Mubarak. Alafu tusije kusahau ndugu zetu walio Palestine. Eid kama hii labda inakukumbusha nini wewe kama Muislamu? Yanikumbusha mengi ya. Kumsha Mwenyezi Mungu amenifanyia mengi. Alafu tena ni mengi tusije kueleza. Shukrani sana. Huyo ni moja tu kati ya wale waumini ambao tayari wameweza kutekeleza ibada yao hapa. Hatibu akiwa anazidi kukumbusha Waislamu kuhusiana na kutekeleza ibada ya kuchinja, ambapo vichinjio ni aina nyingi kuanzia mbuzi, kondoo, ng'ombe, ngamia kwa uwezo wako, lakini pia wana masharti. Usitafute mbuzi ambaye hawezi hata kutembea kiwete au hawaruhusiwi. Utafute nyama ambayo imeshiba, ili utakapoweza kuichinja ugawanye
mafungu matatu yako, kwanza na familia yako, pili uweze pia kugawanya kwa wale ambao ni ndugu na jamaa na marafiki, alafu tatu uweze kukumbuka wale wasiojiweza miongoni mwa jamii, angalau uweze pia kuwafikia wao pia upande ule. Kwa hivyo hivyo ndivyo ambavyo ibada kama hii ya kuchinja ikiwa inazidi kuwakumbusha waumini wa dini ya Kiislamu kuhusiana na kutekeleza funzo ambalo aliwahi kulifanya mtume wa Mwenyezi Mungu Ibrahim wakati alipoweza kuamrishwa kumchinja mwanawe, alafu baadaye Mwenyezi Mungu akampa badala, akampa kondoo ambaye aliweza kumwamuru aweze kuchinja badala yake. Kwa hivyo ndicho ambacho Waislamu pia wanajifunza kwa siku hii ya leo, lakini kikubwa ni kuweza kuweka ile imani kwa Mwenyezi Mungu na kujikurubisha kwake, kuhakikisha kwamba kichinjo chako unachokifanya ni kwa ajili ya kujikurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hilo ndio kubwa ambalo waumini wa dini ya Kiislamu wanajifunza nalo katika ibada hii ya kuweza kuchinja katika siku kuu hii ya Idul Adha. Kwa hivyo tarudi kwake Khatibu tuweze kusikia hutuba ambayo inazidi kuendelea kwa ajili ya kuadhimisha siku kuu hii ya Idul Adha pamoja kwa moja kutoka katika uwanja wa shule ya msingi ya Kilimani. And steadfast in your fight and faith, Allah subhanahu wa ta'ala will surely give you victory. Remember the promise of Allah Jalla Jalaluhu, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Do not weaken, do not feel sad or be sorrowful. You are going to be the victorious ones as long as you are true Muslims who believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Sincerely, may Allah subhanahu wa ta'ala accept our good deeds. As I conclude, I say Eid Mubarak to all of you. May Allah subhanahu wa ta'ala give us a long life filled with joy, ibadah and happiness, so that we may get to celebrate Eid many more years to come bi'idhnillahi ta'ala, in peace and in one piece. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واهد قلوبنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع من له حق علينا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف جميع مرضى المسلمين واغفر وارحم لجميع موتى المسلمين وأصلح أئمة المسلمين وألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بين المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن أعانهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وأرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة الفردوس الأعلى مع الأبرار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم تقبل من الحجاج حجهم. اللهم تقبل من الحجاج حجهم وأعدهم إلى ديارهم سالمين غانمين آمنين يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وحقق إيماننا وثقل موازين حسناتنا يا رب العالمين. آمنا في دورنا وأوطاننا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك قيد أسر المأسورين من المسلمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.
prayer at 9 o'clock, inshallah. 9 o'clock in 10 minutes, inshallah. Eid Mubarak, Eid Mubarak. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, we value drivers and reward your hustle. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratil. Raila has a space to say what Gima Jacom Dwawacho. The opposition, nothing like Supreme Court. Onliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Kratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj tuak magoratil piny. One was a no opposition. One was a no opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani peja bati. Koso donje kona mane. Sachiel ginuso tieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Tona paka paka. Mano mori woro. Eshunya. Sama solo yona. Tona paka paka. Mano mori woro. Eshunya. Opak Ruoth, ma en jawer Lilian Jairo. Kadi her mondi bet kod skiza tune mar wenda mar mor, takwai mondi dial *860*418#. Ramogi TV, eod jothumbe duto te. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ng'oma nyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV.